ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم في قناه تجارب شوشتة. تعالوا النهارده هنجرب منتج جديد جدا، منتجات مصريه جديده جدا، منتجات مصريه شبه المنتجات الكوريه بالظبط، ولفت انتباهي في السوبر ماركت فانا حبيت اجيبه ونجربه مع بعض دلوقتي. يلا هنجرب المنتجات المصريه الجديده جدا شبه المنتجات الكوريه. ده بسكوت ويفر اسمه بو، وزي ما انتم شايفين شكله كيوت جدا جدا من بره، هو كريسبي ويفر وبكريمه الشوكولاته. يلا نفتحه ونقيمه. بصراحة كان فتحه رزل شوية بس فتحته في الآخر، وده كان شكل البسكوت لما فتحته. بصراحة شكله حلو قوي والصوابع بتاعته كانت طويلة كده وكان شكله لذيذ. فيلا ندوق البسكوت الجديد ده. انا دقته بقى بصراحة يا جماعة، هو يعني بسكوت خفيف قوي، الويفر بتاعه خفيف جدا، القرمشة بتاعته ضعيفة، كريمة البسكوت اللي جوه يعني ضعيفة برضه، 7/10. تعالوا ندوق تاني طعم من بسكوت بو، برضه هو كريسبي ويفر ومكتوب عليه شوكليت كريم بكريمة الشوكولاتة. تعالوا يلا نفتحه وندوق طعمه ونشوف هيبقى حلو ولا متوسط زي الطعم الاولاني. طبعا نفس الشكل، وانا قلت لكم ان شكل الكيس من بره شكله حلو قوي، ياخد 10/10. شكل البسكوت من جوه جميل، 10/10. الطعم يا جماعه الطعم خفيف جدا، الويفر هشه قوي، خفيف قوي، ما فيهوش قرمشه قويه كده. طعم كريمه الشوكولاته اللي جوه برضو خفيفه وضعيفه قوي، يعني الشوكولاته فيها قليله، ان شايفين اساسا الشوكولاته مش باينه، فالطعم كمان مش باين، فبرضو هديله 7/10. تعالوا ندوق تالت طعم معانا وهو بطعم كريمه الفراوله. بصراحة ده كان أكتر شكل عجبني، كان الكيس بتاعه شكله حلو قوي، فعلا فعلا كان شكل المنتجات الكورية بالظبط. نفتحه ونشوفه من جوه ونقيم طعمه. بصوا شكله بصراحة واو، شكله كيوت قوي. البسكوت كان شكله مختلف عن البسكوت الشوكولاتة، البسكوت كان شكله أبيض فاتح ومن جوه كان لونه بينك، كان شكله بصراحة جميل جدا جدا. ودقته يا جماعة برضو كان طعمه حلو قوي، طعم الكريمة بالفراولة كان طعمها جميل جدا، السكر فيه مظبوط، طعم البسكوت هنا مع كريمة الفراولة كان طعمه بصراحة يعني أحلى بكتير من الشوكولاتة. فده اللي عجبني أكتر واحد، وده هياخد 9.5/10 علشان شكله وعلشان طعمه، وهو الوحيد اللي عجبني أكتر من الشوكولاتة. هنا كنت بوريلكوا ان كان في كده نقط كده لونها احمر، قال يعني كده فيها فراولة يعني، بس هو بصراحة كان طعمه حلو. وبس كده أنا جربت النهاردة المنتجات المصرية شبيهة المنتجات الكورية، هو بالنسبة لي منتج متوسط، يعني يا ريت يعلوا جودة المنتج شوية أكتر من كده عشان شكله بصراحة حلو جدا. وبس كده متنسوش اللايك.